الزغاليل ديت عمر يومين زي ما انتوا شايفين، الحجم تقريبا واحد. طيب انا عملت ايه؟ وديت استثناء مش قاعدة. القاعدة بتقول ان البيضتين بيفكوا في نفس اليوم لو متحضنين في نفس التوقيت. انا امبارح ساعدت وفتحت مكان المنقار في خروج الزغلول. طيب ده احنا بنعمله على طول؟ لا، قلت لكم اول حاجه بيكون عدى 18 يوم. تاني حاجه ان انت بتكشف في مكان ضلمه على البيضه وتشوف ان العروق كلها خلاص يعني شبه مكتمله، مفيش عروق دمويه، لانك لو فتحت قبل او في وجود العروق الدمويه ممكن تتسبب في يا اما ضعف الزغلول يا اما موته. وليه انا ساعدته؟ لاني في زغلول فك بالليل وفي الصبح او تاني يوم ما كانش فك، ولو انا سبتهم كده كان هيبقى عندي زغلول كبير وزغلول صغير. هتلاقوا مكان النقرة انا مش بفتح في اي اتجاه، لان مكان النقرة دي هو مكان النفس او التنقيرة، لكن هنا مكان الحبل السري. لو حضرتك فتحت من الاتجاه ده ممكن تموت الزغلول. ولازم تتأكد، انا كنت كاشفة عليها امبارح فما فيش اي شعيرات دموية، وكان المفروض تفتح امبارح او النهارده الصبح. يعني بصوا لو انتوا ملاحظين هتلاقوا مفيش اي شعيرات دمويه. انا بس بساعد الزغلول مكان المنقار. ليه بقى بعمل كده؟ عشان الاتنين يطلعوا في نفس العمر وياكلوا مع بعض، ما يبقاش فيه زغلول انصح من التاني فنلاقي زغلول كبير وزغلول صغير. ماشي اهو، استنى اوريلكم عن قريب وهو بيفتح بقه. سبحان الله، شايفين الحركه؟ ممكن نفتح له كمان شويه مفيش مشكله. اوعى قبل الميعاد تفتح له، ممكن يموت. انا حاسبه لكم ثواني نفتح كمان. ده بيبقى علشان الطبقه فيها زبل زياده، عشان قلت لكم كان فيها كسر، فممكن تعوق شويه فتحه او يبقى تقيله شويه على الزغلول. ماشي، او ممكن يكون زياده كالسيوم في البيضه من المنقار. بس احنا مش هنخرج ازيد من كده يا شباب، بس مش هنخرج ازيد من كده. يعني الحبل السري هنسيبه هو يعافر فيه ويخرج مع نفسه، وهنحطه جنب اخوه ده. تمام اهو. ماشي، انا حطيتهم جنب بعض واحطهم الاهالي يدفوهم. ماشي، هي ايه الدكر ده اهو ثواني هيرقد ويدفي الزغاليل بتاعته.